السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي اليوم. مرحبا بكم كاملين في القناه، ومرحبا بالناس اللي زاروا قناتي اول مره. طبعا ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. ومرحبا بكم في اقتراح جديد. كما ذكرت معكم في الفيديو اللي قبل انني غادي نشارك معكم حلوه ديال التمر اللي كتجي زوينه بزاف. بما انني خدمتها كوموند فطلبوني بعض الاخوات انني نشاركها معكم، فقلت علاش لا. ان شاء الله نحط لكم مقادير وطريقه التحضير باش تكون ناجحه معكم، لان بعض الاخوات قالوا لي انهم كتقصح لهم، يعني كتزيد واحد شويه كتقصح. فتبعوا هذه الطريقه ان شاء الله وتكون معكم ناجحه وكتبقى رطبه كما يعني طيبتوها. على بركه الله ندوزو على مقادير العجين. بالنسبه لمقادير العجين غادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الزبده. الزبده ممكن تستعملوا سبيسيال، ممكن ديال البواطه. هنايا عندي خبيصه ديال الملح، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا واحد الساشي ديال الفاني والدقيق، ونص كاس ديال ما زهر انا ما ذكرتوش في بدايه الفيديو. فهنايا غادي نخدموا اما في الهاشوار اما في العجانه، اما ممكن تخدموا الزبده بيديكم، داكشي على حسب الرغبه. على بركه الله انا هنايا في الهاشوار يعني درت المكونات اللي عندي الا الدقيق طبعا. غندمجهم مع بعضياتهم مزيان حتى يعني نحصل على الخليط اللي انا باغيه. ومن بعد هنايا راه كنضيف داك نص كاس ديال الماء زهر، راه ما تصورش ليا. كنحاول ندمج لان راك عارفين الزبده مع ما زهر شويه انه كتجي صعيبه، ولكن كنخدمهم مزيان صافي كيندمجوا. ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على الخليط يكون متماسك. هانتوما كما كتشوفوا العجين ديالي كيفاش كيكون، ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل. ندوز على بركه الله نوجد الحشوه. انا عندي 500 غرام ديال التمر معجن، كنضيف له شويه ديال الجنجلان وشويه ديال القرفه وقطرات ديال الماء زهر، يعني غير قطرات. ولا عندكم الروح ديال داك الساشي ديال زهر البرتقال ممكن تضيفوه اللي كان متوفر عندكم. هنا غندوزو باش نعبرو يعني الكوارات باش كتجينا عبار واحد. هو الصراحه الا كان الميزان من الافضل، ما كانش ممكن ديروا عينيكم ميزانكم. بالنسبه للعبار هنا كندير فيها 10 غرام اللي كندير فيها في الحشوه باش كتجيني عبار واحد، ويعني كيجي القياس هو هذاك. ننصحكم بالميزان يعني سواء ماشي غير لهاد الحلوى، كنحتاجو بزاف ديال الحلويات وصفات كيجي الصراحه كيساعد. هنايا بالنسبه للعجين في الكره ديال العجين غندير فيها 17 غرام، يعني الحشوه 10 والعجين 17. كنصايب الكرات قبل باش كنسهل عليا الخدمه، يعني كنوجد العبار ديال الحشوات هو نفسه ديال العجين. صافي كنبسط هنايا كما كتشوفوا الكرات ديال العجين كندير وسطهم داك الحشوه ديال التمر، وكنحاول نسد الاطراف مزيان باش ملي نطبع بالمرشم ما تخرجليش ديك الحشوه ديال التمر. هنايا عندي هذا المرشم هذا ديال التمر كيجي صراحه زوين، شكل راقي وزويون. كندوز ديك الكويره في شويه الطحين وكذلك المرشم ديالنا باش ملي كنطبعوه ما كيلصقش لينا. صافي وكنرشموه بهذه الطريقه هذه ساهله، يعني طريقه سهله وصراحه عمليه. هانتوما الشكل كيفاش كيجي زوين الصراحه بزاف بزاف ومطلوب بزاف. غنكمل بنفس الطريقه العجين ديالي كامل والحشوات ديالي كاملين نتوما كما كتشوفوا. هنا من بعد ما كملتهم استفتهم في هاد اللاطه هادي وغادي نخليها انا تبات ليا كامله. هو من الافضل هاد الحليوه هادي تبات ليا كامل حتى لغد لي ان شاء الله عطيبوها، ولا ديروها الصباح وتخليوها حتى العشيه عطيبوها. هنا من بعد ما دزت ليا كامله، هنا كناخذ واحد الابره اللي طبعا عندي خاصه غير بهاد الحلويات. كنبقى بحال الشكل ديال الحلوه د اللوز، كنبقى نتقبهم هكا هاد الحليوات ومن بعد كندخلوها للفران. طبعا غير تصهد انا ما صورتكمش داك اللقطه الصراحه، كانت الفيديو تخطى عليا. الطياب حاولوا ما تفوتوش فيها الطياب بزاف، يعني طيب طياب خفيف. ومن بعد ملي كطيب كنخليوها حتى كتبرد، عاد كندوزوها في السكر كلاصي وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم. الناس اللي كيزوروا قناتي اول مره ما تنساونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصل كل ما هو جديد. وما تنساونيش من تعاليقكم الزوينه، والا بغيتو نشارك معكم شي حلويات خليوهم ليا في التعاليق، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.